قبل ما الفيديو ده يبدأ بس عايز اقول حاجة مكبوتة جوه قلبي كده، بس ماسكها بقالي فترة. يا ابني 60 يلعن لاعب طب يا حبيبي هجيلك وقت تاني، شكلك مجنون دلوقتي. راحة نفسية. انا مش مصدق والله. الحمد لله، صلي على النبي صلي على النبي. いつの間にこんなに立派に成長して。خلونا الاول نتكلم الموضوع بدأ منين عشان تعرفوا ان ده اسعد يوم في حياتي التشجيعية عامة. الموضوع بدأ في 2009 لما كنت طفل اهبل بيشجع اي نادي بيكسب بس، حتى انه كنت بشجع النادي الاهلي المصري اللي كان عباره عن مكسب بس. وهات اي طفل في الزمن ده لازم تلاقيه كان بيشجع الاهلي عشان الاطفال من الاخر بيحبوا اي حاجه بتكسب. فالمهم في يوم في 2009 الحاج كان مشغل ماتش للدوري الاسباني، فببص على التلفزيون لقيت فيه فرق جوده رهيب بين الدوري الاسباني والدوري المصري. فالمهم ابص على التلفزيون الاقي لاعب واحد بس اخد الفرقه اللي قدامه ورا مصنع الكراسي حرفيا. محدش قادر يعمل معايا حاجه، كل شويه يلم له 3 4 3 4 3 4، وكانت دي اكتر حاجه مبهره انا كطفل شفتها في حياتي. Encara Messi, 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 gol الهاتريك سيسجل 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 سيسجل. انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، وربنا ما هسيبك، وربنا ما هسيبك. ومن ساعتها الى يومنا هذا وانا ما بشجعش حاجه في حياتي غير ميسي وبرشلونه. بحبك يالا. ولما مشى من برشلونه ده كان اسوأ يوم في حياتي التشجيعيه عامه، وكنت مطفي من كل حاجه في حياتي عامه، حتى ان الاسطوره بهجت صبري اللي كان بيضحكني في اي موقف مهما كان ما كنتش بضحك عليه. يعني الحاله كانت صعبه من الاخر. بس فكك من كل ده بقى، المشكله ان اي حد بيتريق على ميسي او بيحاول يقل منه كانه بالظبط بيحاول يقلل من حلمنا احنا كبرشلونيين او بيتريق علينا. 様女とやってるな焼き討ちに行くぞ奴の家を知る者は。يعني الحمد لله ان انا ما كنتش متعمق في التحفيل قوي سنه 2014 ايام ما خسر ميسي نهائي كاس العالم ساعتها، لكن للاسف كنت متعمق ساعتها لما خسر ميسي كوبا امريكا مرتين ورا بعض. متخاذل من هنا، لاعب منتهي من هنا، كل ده مش مهم، المهم هو عدونا الرسمي احنا كعبسيين، حمدون عاشق في خد الدود. الكائن ده عباره عن كائن لزج رخ، وبصراحه زينا احنا كمان كعبسيين بيطبل لاي حاجه بيعملها كريستيانو زينا بالظبط، وبيمشي ينشر في كل حته ان كريستيانو اعظم لاعب في التاريخ زينا بالظبط. المهم ان معيار افضل لاعب في التاريخ عند الكائن ده بيختلف كل شويه حسب الفصول. يعني لما كريستيانو اخذ الكره الذهبيه ال5 كائن الحمدون ده طلع قال لك افضل لاعب في التاريخ لازم يكون محقق اكتر القاب فرديه. فالمهم ميسي بقى 6 بالون دور و6 حذاء ذهبي، فكان الحمدون ما سكتش وطلع قال لك افضل لاعب في التاريخ لازم على الاقل يكون محقق بطوله مع منتخب. دي لسه احنا بنسخن. فميسي طلع حقق الكوبا امريكا اخيرا في سنه 2021. عايز يموت ابن الصهر عامل زي البرج. فكان الحمدون اللزج برضه ما سكتش، قال لك انت هتقارن دوري الفلاحين بتاع امريكا الجنوبيه باليورو بتاع اوروبا اللي كريستيانو كسبه؟ يخرب بيت فالحمد لله دلوقتي شوف ربنا عمل لي ايه. ميسي بعدها بسنه ياخد كاس العالم. بص يلا، بص دي، بص الناحيه الثانيه، بص بص بص، انا هفرق، انا هقعدك، بص يلا. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة. فانا مش عارف الصراحه كائن الحمدون هيطلع لك بحجه ايه دلوقتي، ولكن انا كعبسي عايز اقول له كلمه واحده بس، خد بسنانك يا سحلاوي. نيجي بقى نتكلم عن الماتش نفسه. الماتش ده كان امتع وافضل ماتش انا حضرته في حياتي. يعني الماتش بادئ حلو وجميل، الشوط الاول ميسي جايب ضربه جزاء ودي ماريا جايب جول، وانا والهوميز عمالين نرقص واحنا بنتفرج على الماتش. والمهم الشوط الثاني يبدا والماتش برده يكمل عادي، وانا والهوميز برده مقضينها مليطه ورقص، بس انا من قلبي جوه كده كنت حاسس لا اكيد الدنيا مش هتمشي بالسلكان ده، انا عارف حظي كويس. ده هوبا يطلع لي واحد زي الخازوق، والله زي الخازوق، اوتاميندي يلا طلع طلع وزع. فالمهم اوتاميندي الكرة جايه قدامه وفي لاعب من فرنسا جاي عليه، فبدل ما يشتتها قال لك لا انا هتفزلك ولازم العبها في النص، قام هوبا قاطع الكرة منه وراح بالحارس انفراد، فبدل ما يسيبه يمكن يضيعها والحارس يصدها فقام هوبا مديله بالقفا وحاسب لفرنسا ضربة جزاء. يخرب بيت امك عشان كيليان اول امبابي يجيب جول لسه. فالمهم انا والهوميز بصينا لبعض كده ولسه بنضحك عادي، يعني فاضل 10 دقايق مش هيجيبوا جول تاني بس ندافع كويس. فانا ساعتها يعني حاولت اتمالك اعصابي وما اطلعش شتايم قليلة الادب، وحاولت اتسم بالهدوء والسكينه وكملت تشجيع عادي. يا ابني ما
فالمهم يخلص الماتش بنتيجه 2-2 ويبدا الشوط الاضافي واللي فيه رسميا تحولت الخنزير عمال يشخر بس، لان اثناء ما احنا قاعدين متوترين طول الاشواط الاضافيه وعمالين نذكر اوتاميندي بكل خير والله، خصوصا اعضائها التناسليه، ما تيجي الدقيقه 109 وميسي يقوم جايب جول الثالث، وساعتها انا كسرت الشقه دي كلمه قليله من الفرح. فالمهم قعدت اشجع تاني وقلت يلا نبقى رجاله بقى ونعدي ال10 دقايق الجايه دي على ساعتها بجد انا اغتصبت الكرسي اللي جنبي لدرجه انه بقى حتتين. وانا مالي يا لمبي. بس كل ده كوم قبل ما الشوط الاضافي الثاني يخلص، ده كوم تاني، لان اخر الشوط الثاني الاضافي كان فيه الهجمه دي. الهجمه دي كل ما بشوفها في العاده قلبي بيقف بخاف تخش جول، بس الحمد لله تعدي على خير بسبب مارتينيز. مارتينيز كل عبسي في الدنيا دلوقتي بيموت في حاجه اسمها مارتينيز. اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. وكان الحمدون طبعا شايفه ابدا حارس جاي على وش الارض. البالة في منظرك. المهم ان الهجمه دي اول مره قلبي يقف فيها في الماتش، لان تاني مره قلبي يقف فيها في الماتش بعديها بدقيقه لما ابن اللي اسمه لوتارو مارتينيز ضيع انفرادين. ساعتها قلبي كان هيقف من كتر ما بشتم، حرفيا تحولت الى امينيم بس عباره عن شتايم. المهم يخلص الشوط الاضافي الثاني وتبدا ضربات الجزاء، ودي اول مره في حياتي التشجيعيه اشوف ضربات جزاء في نهائي كاس عالم. ركبي انا كانت بترقص، ما بالك ركب اللعيبه. مش قادر يا نص. المهم اول بلانتي استرتها ابن اللي جايب هاتريك في الماتش واللي كان ناقص يطلع نار من بقه كيليان امبابي، وبيجيبها جول كالعاده هايج اوت. شيخ ربنا يهدك. وبعدها سيدي وسيدي الناس عم امام اللعيبه كلها اللي احنا عاملين الحلقه عشان اساسا ميسي يشوط، وبعدها يجي دور فرنسا تاني وعم كومان يروح يشوط، بس الحمد لله ضيعها. واول ما شاطها وضيعها كنا عاملين زي اسف على طرش ودنكو ده. فالمهم يجي باولو زيبالا يشوط الكره الثانيه للارجنتين ويحطها في النص، بس الحمد لله تيجي جول لانها لو ضاعت كنت عيب. فالمهم يجي دور فرنسا تاني وتشاوميني يخش يشوط الضربه الثالثه، واحنا واصحابي كنا عاملين زي ما بيضيعش مش بيضيع. كل قدرات الحسد العظيمه اللي عندنا تجمعت في لحظه واحده بس، وبعدها تيجي ضربه الجزاء الثالثه للارجنتين ويجيبوها، بعدها ضربه الجزاء الرابعه لفرنسا برضه بيجيبوها، واخيرا اخر ضربه جزاء اتلعبت في الماتش، واخيرا تيجي جول، وساعتها لا ارجوك. الحمد لله بعد ما هدينا واستوعبنا اخيرا ان ميسي خد كاس عالم، بقينا ماشيين عباره عن كائنات عماله تطبل رايح جاي. الحمد لله قدرت اغلب ريكورد التطبيل بتاعي اللي فات، اللي هو كان تطبيل لمده اسبوع للدكتور بتاعي عشان ينجحني في الماده، في الاخر شالها لي برضه. قدرت اغلب الريكورد ده في يومين بس. الله مش ممكن. وعايز اقول حاجه بصفتي كعبسي كبير، يعني دي لسه البدايه، احنا لسه ما بدأناش اساسا، وكلامي موجه لشخص معين. سامع حمدون